السلام عليكم. في درس اليوم نشوفوا مع بعضنا لو بلوك ديناميك. اذا البلوك ديناميك هو بلوك، ولكن هذا البلوك يسمح لنا انه نديرو دي موديفيكاسيون دوبوي ليكستيريور. في الحاله تاعنا النافذه هذه نقدروا نزيدوا الطول تاعها، نزيدوا العرض تاعها دوبوي ليكستيريور بلا ما ندخلوا داخل البلوك ونموديفيو. على غرار بلوك عادي، هذا بلوك سامبل، ما نقدروش نموديفيو دوبوي ليكستيريور. كي نحبوا نموديفيو لازم ندخلوا داخل البلوك، وكي نموديفيو في مثال النافذة هذه راح يتموديفاو كامل البلوك اللي بنفس الاسم. اذا موديفينا هذه النافذة راح تتموديفا هذه وهذه مع بعضها. نديرو تجربة دوبل كليك على لو بلوك. اوكي، مثلا نابليكيو ستريتش على هذه الجهة، ديرو كلوز بلوك سيف شينج. كيما تشوفوا هنا كامل لي بلوك صرا فيهم الموديفيكاسيون اللي خدمتها. على غرار البلوك ديناميك كي نحبوا نديرو موديفيكاسيون تبقى غير على ليليمون هذا. اذا نشوفوا مع بعضنا اليوم كيف ما نديرو لو بلوك ديناميك. اذا عندنا لو ديسان دو باز اللي هو النافذه، نكرييو ان بلوك، سيليكسيونيو ليليمون ونديرو كرييت بلوك. كرييت بلوك هنا نسميو مثلا النافذه هذه مثلا اف اف. اوكي، هنا نديرو بيك بوينت، بوينت دو باز. هنا نخليو هذه كوشي اوبن ان بلوك ايديتور. هكذا كي نكليكيو اوكي صافا اوفرير ديريكتومون ليديتور دو بلوك. هذا ليديتور دو بلوك. هنا لازم نديرو دي بارامتر دي زاكسيون على لا فونتر تاعنا باه تولي يعني نقدروا نطولوا فيها ولا نموديفيو فيها دوبوي ليكستيريور. عندنا لا فونتر هذه. بون، اذا ما لقيتيوش لا فونتر هذه تقدروا تخرجوها من هنا. اول حاجه هي لي بارامتر. نابليكيو بارامتر لينيير اللي هو ديستانس. اون فا ميزوري من هنا لهنا لا ديستانس تاع لا فونتر تاعنا. هنا درنا لو بارامتر ديستانس. اي بوي نابليكيو اكسيون. اكسيون اللي هي ستريتش في الحاله تاعنا. الور واش يقول لك هنا؟ يقول لك سيليكسيوني لو بارامتر. اذا سيليكسيوني لو بارامتر puis le spécifier paramètre point. On va spécifier le paramètre point ici et puis spécifier first corner. هنا sélectionner le corner تاعنا et puis يقول لك select object. On va sélectionner l'objet هكذا et puis on va cliquer entrée. c'est bon. هنا كريينا لاكسيون الاولى كما تشوفوا هنا. هنا ديجا كريينا لاكسيون ستريتش. نديرو كلوز اديتور سيف. كون تشوفوا هنا عندنا ديجا لاكسيون ستريتش. فوالا نقدروا نستريتشيو ليليمون تو سامبلومون من هنا دوبوي ليكستيريور. سوف كو كاينه حاجه، كي نديرو ستريتش لو سونتر ما قاعدش يتحرك. اذا لازم علينا نابليكيو اكسيون خلاف باه نقدروا نتحكموا في لي كوان مع لو سونتر. اذا دوبل كليك على لا فونتر. اوكي، هنا نروحوا لاكسيون. اون فا سيليكسيوني ستريتش توجور ونسيليكسيونيو لو ميم بارامتر اللي هو الديستانس اللي كنا كريناه في الاول. ديستانس اي بوي هنا يقول لك سبيسيفي لو بوين، سي توجور لو بوين. اي بوي لو كورنر. corner, on va sélectionner, y compris le centre. Maintenant, on va sélectionner l'objet. On va sélectionner l'objet. OK. Voilà. On va cliquer Entrée. Maintenant, créer la deuxième action, qui est Stretch, y compris le centre. Alors, on va Close, Block Editor, Save. هنا كنشوفوا مع بعضنا كي نديكاليو يعني نزيدو في الطول تاع لا فونتر لو سونتر يتبع يبقى ديما لو سونتر. هكذا نقدروا يعني يكون الديسان تاعنا كوريكت. في مثال عندنا هنا، هنا عندنا الطول نقدروا نتحكموا فيه، ولكن السمك ما نقدروش نتحكموا فيه. السمك ما كافلاش باه نتحكموا فيه. نقدروا هنا في مثال نكرييو هنا ان مير ولازم نابليكيو اكسيون بحيث نقدروا نتحكموا في لا فونتر تاعنا، بحيث نقدروا ناجستيوها مع لي مير باغ اكزومبل 20 سنتيمتر 10 سنتيمتر 30 سنتيمتر. اذا واش نديروا؟ لازم نابليكيو نزيدوا اكسيون خلاف. دوبل كليك على لو بلوك تاعنا. اوكي،
et puis on va créer une autre action. D'abord نديرو paramètre اللي هو linéaire toujours, نديرو distance على السمك هذا, et puis on va faire action stretch toujours, on va sélectionner le paramètre distance, et puis on va le point d'abord, et puis le corner, et puis on va sélectionner l'objet stretch et on va faire OK. هنا عندنا l'action stretch على هاد la distance. On va faire close, save. هنا عندنا l'action c'est déjà fonctionnel. نقدروا نزيدوا في مثال في العرض تاع النافذة هذه بحيث تتماشى لنا مع المير كيما نحبوا. إذا هذا هو الدرس، نتمنى إن شاء الله يكون فاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.